بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رائحة الموت تفوح في كل مكان، وكأنه موسم سقوط الأرواح. اللهم أجرنا من موت الغفلة، ولا تأخذنا من الدنيا إلا وأنت راضي عنا. ربي لا ترنا في أهلنا وأحبتنا أي مكروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. اللهم لا تأخذني من الدنيا إلا وأنت راضي عني، وأحسن خاتمتي. بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل، راضية بقضائه وقدره، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة زوج أختي بوفاة فقيدهم، سائلين الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته. عظم الله أجركم وأحسن الله إليكم وغفر له. إن لله وإنا إليه راجعون. سلام، بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صباح الخير ولا مس الخير على حساب الوقت اللي رايحين تشوفوا فيه هاد لا فيديو. طبوزاتي ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو بألف ألف خير، ان شاء الله يلقاكم لا فاقدين ولا مفقودين. وش حنقول لكم، ان شاء الله ربي اي واحد ذاق هذا نفس الكاس اللي رايحين نذوقوه كامل، ان شاء الله ربي يعطيكم الصبر والإيمان وكل حاجة مليحة في هذه الدنيا تقدر أنها تواسيكم غير شوية. الحاجة الأولى والأخرى لأنه راجعين الربي، راجعين ليه، مطولين ولا مقصرين نوليو اللي خلقنا واللي راح يرحمنا. ما نطولش عليكم بزاف، اشوفوا جيتكم بروتين خفيف ظريف كالعاده. نقول لكم ديما لازم تتهلاو في رواحكم بزاف بزاف. حبيت ندير لكم هكذا مجرد لقطات برك من كل يوم، واش راني كي نجي حنلبس ولا كي نجي ندير دوش ولا واش نحط، واش راح نلبس، ما الحاجه اللي حنحط اللي راني نحط لكم فيها هذيك هي اللي راني نلبس فيها. يعني ماشي راني نعت في روحي اتويلكم، قلت لكم كيما راني حابه نولف روحي انا في هذه العاده الجميله ولا المليحه، حبتكم نتوما ثاني اسوالفوها برمضان ولا بغير رمضان. نجيو البروميير غوسيت تاعنا واللي هي سابلي البيمو. ماشي سابلي، هو عبارة قاطو بصح ماهوش سابلي مرة، قاطو عبارة عن قاطو بنين وخلاص. مش راح نقدر نوصفه لكم لانه كي تذوقوه كيما يقول لك كي تشوف العين تترك السوال. شوفوا واش عندنا كيلة تاع بيض، وعندنا نص كيلة تاع سكر خشين ماشي سكر قلاسي، وعندي نخلطهم مليح مع بعضهم بالباتور يعني حتى يبيض لي هذاك الخليط. نجي نضيف عليهم نص كيلة تاع زبدة ذائبة. تقدروا ديروا المكيال تاعكم عبارة عن كاس. انا لهنا كنت راح ندير كيلة شغل كمية كبيرة، حبيت ندير بهذا البول تاع الشربة الكبير. واش عندي 2 ملاعق تاع كاكاو كبار، انا كي جاوني صغار درت 3. عندي عطر الكابوتشينو لافاني. ما ديروش الخميره لانه البيض راح ديجا يطلعوا لكم، يعني الخميره راح تفسد لكم الشكل تاع هذا الكاطو تاعكم. هذا الكاطو عباره عن قلت لكم ماهوش صابلي وماهوش كاطو ما يطيبش، هو راح يدخل يطيب بصح. شوفوا اذا قلت لكم مسكوته هو احلى من المسكوته. واحد الكاطو بنين وخلاص. المهم خرجت لكم شويه من هذوك لي سابليتو. حبيتكم ديروا حاجه سبيسيال على لي سابلي ولا على لي غو ولا على لي غوسيت اللي راهم يتحطوا في اليوتيوب كامل. شوفوا بعد ما خلطت كلش مع بعضه، الفاني والكاكاو قرصه ملح البيض السكر، نخلطهم مليح مع بعضهم. من بعد واش نجي ندير كيلة تاع كوكاو مرحي شويه خشين ماشي رقيق، وعندي 2 كيلات تاع بيمو، 2 كيلات تاع بيمو مرحي. تحبوا ديروا برينو، تحبوا ديروا بيمو، تحبوا ديروا قفريت، كيما تحبوا. انا لهنا خدمت ببرينو لانه برينو بزاف بنين وزيد شويه رخيص، يعني حبيتكم ديروا وصفه اقتصاديه. شوفوا القوام اللي تلحقوا ليه، هذا هو شغل تنشفوه بالبيمو مثل ما في حتى قطره تاع فرينه. ومن بعد نحط الفور تاعنا يسخن، ونجي لهنا الليمون تاعي ندهنهم بشويه تاع زبده لانه راح كل ما نديروش الزبده راح يلزق لكم. ديروا شويه تاع زبده هكذا تكون شويه ذايبه، وديروها غير بالبانسو باه ما تعبوش رواحكم وتجيكم خدمه نظيفه. ومن بعد نجي لهنا نعمر الليمون تاعي بصح ما تعمروهمش قد باه ما يدير لكمش واحد الطبقه هكذا. شوفوا اللي دارتها لي انا في بعض الحبات لاني كثرت فيهم الحشو، حطرت فيهم هذيك الخليط تاع البيمو هذاك. فوالا طيبوه كي ينشف كيما المسكوته، كي ينشف خرجوه
واش كي تخرجوه واش ديروا. شوفوا المره الاولى رايحين كيما نقولوا تشربوه بالطوفيه، ما تشربوهش بالسيرو، عمروا شتو داك الفراغ عمروه بالطوفيه مليح. هذيك الطوفيه راح تهبط لكم كل لتحت، يعني هي راح تشمخ لكم هذاك الكاطو تاعكم. ومن بعد نجيبوا توبي، شوفوا ماشي الطوفيه، روحوا المول اللي يبيع لوازم الحلويات قولوا اعطينا التوبي، هي نفس السعر هي والطافيه كيف كيف، الجو كيف كيف ثاني. وشن هي الطوبي ثقيله مش راح تهبط معكم، راح تقعد معاكم. شوفوا بعض الحبات انا كي درتهم شوفوا كيفاه قعدوا، الحبات الاخرين هبطوا. بصح التوبي انا هنا درت الطوفيه، التوبي راح تقعد لكم هذا اللون الباهي هذا. من بعد ديكوريو بالشوكولا، ديروا لها شويه زيت وديروا لها شويه كوكاو وغلاسيوها نص وحطوا حبه اللوز. هذا ما كان ان شاء الله يكون ينال اعجابكم هذا الموديل، لانه انا بزاف اغرمت به خاصه في المذاق ولا في الشكل سامبل والمذاق يقتل. فوالا هذا ما كان، ان شاء الله يا ربي تعقبوه بالصحه والهنا. سلام.